رسالتي لرئيس الحكومة: أرجوك يا دكتور مدبولي، كفاية كده. أرجوك استقيل. استقيل، أكرم لك وأحسن لك، وعشان تحافظ على الجزء الحلو اللي انت عملته في البلد. يعني انت وحكومتك غير كفء اقتصاديا. يعني انتوا من الواحد ما ينكرش ان انت مسكت البلد في وقت صعب والدنيا كانت صعبة وتحملت كتير، وده انت مشكور عليه. ولكن كفاية لحد كده. كفاية تيجي على المواطن اكتر من كده. المواطن مش هيتحمل اكتر من كده. ارجوكم، ارجوكم، ده امن قومي. ارجوك استقيل. ارجو ان صوتي يوصل لرئيس الجمهورية وانه يعمل تغيير حكومي فورا. كفاية لحد كده. البلد مش هتتحمل، والشعب مش قادر يتحمل اكتر من كده. يعني الحكومة رهنت على الشعب، والشعب كتر خيره استحمل وصبر، لانه شعب بيفضل بلده على اي حاجة تانية. وكفاية ان احنا كمان ما نديش فرصة لكلاب الاخوان اللي بيفضلوا على القنوات طول الوقت يسخنوا في الشعب ويستغلوا فرصة زي دي عشان يقولوا للناس انزلوا بقى واعملوا بتاع. لا، محدش هينزل. محدش هينزل، وريحوا نفسكم. ده شعب واعي، وشعب اثبت انه اكتر شعب واعي في العالم. محدش هينزل ولا هيتظاهر ولا هيعمل حاجة، لان احنا شفنا البلاد اللي حصل فيها كده ما قامتش تاني. فانسوا الموضوع ده. ولكن برضو ما ينفعش نيجي على الشعب اكتر من كده. حضرتك قلت انك مش هتيجي جنب السولار. احنا فاهمين انك انت بتعمل ده مع البنزين عشان خاطر شروط صندوق النقد وغيره. لكن حضرتك قلت مش هتيجي جنب السولار. انت رفعت السولار 2 جنيه، فانت كده زودت على المواطن الغلبان مواصلات وغيره وغيره. كفاية كده يا فندم. فأرجو إن صوتي يسمع. وصندوق النقد الدولي، صدقني وحضرتك عارف الكلام ده، إنه مفيش دولة نجت منه. الدولة اللي نجت منه إندونيسيا لما قالت له كفاية كده ومش هكمل أكتر من كده في شروطك، وخدت هي طريق تاني. احنا مش محتاجين اكتر من كده، لا شهادة صندوق النقد الدولي ولا غيره. المرحلة دي احنا عديناها، والحمد لله احنا واقفين على رجلينا واقتصادنا بقى كويس. فمش محتاجين لا شهادة صندوق النقد الدولي ولا غيره. تحيا مصر وربنا يستر علينا. السلام عليكم.